ليش ما عنده حق؟ مش بلده؟ مو بهالطريقه الواحد مش بلده يحكي عنها. نعرف ولا جنيتها لي انا. مش بلده يحكي عنها يا فاطمه. بلدنا. والمعارضين كلهم ما لهم حكي عن بلدنا ولا يطلع مثل القرضاوي ولا. ليه لحظه مشان يخربوا البلد. يا فاطمه المعارضين ما لهم حق يحكوا عن بلدهم، هي مش بلدهم زي ما هي بلدك. يحكوا بس مو بطريقه الكذب والشعوذات كلها والمؤامرات. ولكن يا فاطمه انت تتكلمي بلغه انتهت، انقرضت من الوجود، ما عادش لها وجود في الدنيا. المعارض والمؤيد للحكومه هم الاثنين عندهم نفس الحقوق. والاعلان العالمي لحقوق الانسان يعطي الانسان حق التعبير، حق ان يكون رايه، حق ان يكون معارض. انتوا الى متى في سوريا؟ انت يا فاطمه الى متى ترضين؟ انا بعيني شوارع درعا كلياتها هذا الحكي كله كذب. انا بعيني كنت بدرعا. اسمعي العالم كله نقل روايات كثيره متواتره عن درعا غير اللي انت شفتيه. مع ذلك اسالي نفسك لما تخلص المكالمه دي وقبل ما تخلصيها في ضمير جواكي اساليه، ترضين ان الشعب السوري يظل يختار رئيسه في استفتاء فيه مرشح واحد؟ ترضين ان مجلس الشعب يصفق للرئيس زي العيال الصغار كده كلهم سمعا وطاعة، بينما في بريطانيا واقفين لرئيس الحكومة يعاندوه في كل حاجة ويناقشوه في كل شيء؟ ترضين انه ما في جريدة حرة في البلد؟ ترضين انه التلفزيون كله للحكومة؟ ترضين انهم يعتقلوا ناس عمرهم 84 و85 عشان شاركوا في مظاهرة عشان طلعوا بيان ضد الحكومة؟ ترضين ان اولادك واحفادك يعيشوا في مثل هذه الاوضاع وهذه الظروف بعد ما عمرهم طويل بعدك هكذا يعيشوا في بلدهم؟ ليه ما تحبين يكونوا زي لبنان حرية وصحافة حرة قنوات حرة؟ ليش ما تحبي زي مصر اليوم جرائد حرة واحزاب حرة وكل واحد يحب يعمل حزب يعمل ويعيش في بلده؟ ليه ما تحبي يكونوا زي بريطانيا وزي فرنسا وزي سويسرا وزي الدنمارك وزي النرويج؟ ليه عاوز الشعب السوري يعيش تحت الخوف؟ ليه عاوز أجهزة الأمن تتحكم في المواطن وترعبه؟ ليش عاوزهم يتحكموا فيك وانت في دبي؟ لو قلت كلمة حاسبوك عليها. ليه عاوزة مليون سوري يعيشوا برا بلدهم ممنوعين؟ ليه ما تقول للرئيس بشار الأسد كفاية كده، كفاية لحد هنا، غير النظام زي ما كنت في بريطانيا اللي انت عشت فيها؟ ليه بتغش الرئيس الأسد؟ ليه ما تقولنوش كلمة الحق؟ ليه ما تنصحوش نصيحة تنفعه وتنفع ذكراه في التاريخ؟ ولا الشعب السوري ده اللي علم الدنيا الحضارة وقاد العالم ما عنده حق يعيش حر زي الشعوب الثانية؟ ليه